لو حضرتك عروسة وعايزة تجهزي مطبخك وجاتي عند العجان ومحتارة تشتري أي نوع، لو حضرتك ست بيت وعايزة تحدثي المطبخ بتاعك ومحتارة بتشتري أي نوع من أنواع العجانات الكتيرة والمنتشرة في السوق، فالفيديو ده علشانك. قبل البداية حابب أقدم لكي نصيحة، وهي ما تبصيش على الواط العالي وانت بتشتري، لأن الواط ديت أحيانا أو غالبا بيتحط في النوعيات الرديئة بأرقام عالية علشان التسويق. يعني لو لاحظتي هتلاقي النوعيات الرديئة 2200 واط و2000 واط و1500 واط. النوعيات الجيدة هتلاقيها حوالي 1000، هتلاقيها 800، هتلاقيها 700، حاجات زي كده. ومع ذلك فهي بتتفوق على النوعيات اللي هي 2000 واط و2500 أو 2200 واط. طيب بعد كده حابب تسألي نفسك 3 أسئلة، وبعد ما تجاوبي نفسك على ال3 أسئلة دولت هتعرفي انت عايزة ايه بالظبط، وهتتوجهي للحاجة المناسبة ليك. أول حاجة، انت عايزة عجان للعجين الخفيف زي الكيك والكريمة ولا لا؟ عايزة حاجة قوية؟ طيب السؤال التاني، انت عايزة عجان هتستعمليه على فترات بعيدة ولا شغل تقيل وشغل كل يوم؟ السؤال الثالث، انت عايزة حاجة تمشي الحال ولا حاجة استثمار وتجيبيها تعيش معاك العمر كله وتنسيها لسنين طويلة؟ لما تجاوبي على ال3 أسئلة دولت هتلاقي نفسك اخترتي الحاجة المناسبة ليكي ماديا ولشغلك اللي انت محتاجاها. في الفيديو ده هنقسم العجانات الى 4 شرائح. اول شريحة اللي هي رديئة جدا وما انصحش اي حد يشتريها، اللي هي يعتبر شعبي وشعبي رديء كمان. النوع الثاني او الشريحة الثانية في الفيديو هتكون لحاجات اقتصادية تمشي الحال. الحاجة الثالثة للفئة او الشريحة الممتازة اللي بتديلك قيمة مقابل سعر وتشتغل معاكي وتعمر معاكي وتستاهل الفلوس اللي تدفع فيها. الشريحة الرابعة في الفيديو وهي الكينج بقى او الملك، وديت انواع الشغل التقيل وانواع للعمر الطويل، يعني ده استثمار حقيقي، دي الشريحة الاحترافية. يلا بينا نبدأ على بركة الله. ولكن قبل البداية لايك علشان اليوتيوب يوسع انتشار الفيديو، شير عشان الكل يستفيد وكل اللي بيبحث عن الحاجات اللي زي ديت يلاقي الفيديو. يشرفني انضمامك للقناة. لو حضرتك مش مشتركة اشتركي معانا، ان شاء الله تستفيدي من اللي احنا بنقدمه. يلا بينا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. أول حاجة معانا الشريحة اللي هي الشعبية الرديئة، واخترت لكم منها نوع هو منتشر. النوع ده تعتبر رديء، عمره الافتراضي قصير. شركة اسمها DSB. اللي قدام حضرتك في الصورة دوت عجان 900 واط، سعره النهاردة 4400 جنيه، وما يستحملش شغل تقيل، عمره الافتراضي قصير زي ما قلنا. يعني لو هتجيبيه فديت يعني للكيك والكريمة بس. اللي في الصورة قدام حضرتك ده عجان من شركة اسمها بلاك اند وايت. العجان ده 5 لتر 1200 واط، فيه 6 سرعات، سعره النهاردة 4750 جنيه. ده مصنف من الفئة الاقتصادية المحترمة، يعني ينفع في شغل البيوت، ينفع في شغل خفيف إلى متوسط. وده كمان عجان من يونيون اير من الفئة الاقتصادية المحترمة، ينفع للشغل الخفيف والمتوسط. العجان 1000 واط، سعره 3450 جنيه، يعتبر مناسب لشغل البيت وشغل خفيف إلى متوسط زي ما قلنا. نيجي بعد كده للشريحة الثالثة أو المستوى الثالث، وهو الفئة المتوسطة. وبيجي في الفئة المتوسطة منتجات شركة ميانتا بالنسبة للعجانات، ومنتجات شركة تورنادو، دول ضمان ما بعد البيع، والخامة كويسة، والسعر يعتبر مقبول، مش غالي قوي، لكن منتجات جيدة وتعيش معاكي. دي صورة لعجان ميانتا، سعره النهاردة 6500 جنيه. ودي صورة لعجان تورنادو،
سعة 5.5 لتر 800 واط، سعره 9400 جنيه النهاردة. ننتقل بعد كده للفئة الممتازة أو اللي بتدي لي قيمة مقابل سعر، عمر افتراضي أطول، ضمان وخدمة ما بعد البيع، حاجات محترمة وحاجات كويسة، بس أكيد هتكون أغلى شوي. يلا بينا. بيتصدر الفئة دي يا حضرات ماركة اسمها بلاك اند ديكر، ودي صورة من بعض منتجات الشركة. عجان 1000 واط 10 لتر 10 سرعات، 6 لتر 10 سرعات، السعر 11400 جنيه. طبعا ده بقى يعيش معاك سنين، الخامات من أجود ما يكون، التروس حديد، صوته هادي أثناء التشغيل، بيتحمل التشغيل لفترات طويلة، يصلح للبيوت شغل خفيف ومتوسط وتقيل، ينفع كمان للمحلات اللي بتعمل عجائن باستمرار زي محلات البيتزا ومحلات الحواوشي. يعني من الآخر شغل تقيل ويعيش عمر طويل معاكي، ينفع لكل الأغراض. طبعا كلكم مستنيين دلوقتي تشوفوا ايه اللي تصدر المركز الأول وايه اللي بره المنافسة دي كلها، الكينج المتوج على رأس جميع المنتجات. بصراحة وبشهادة المستخدمين وبشهادة الناس، بتيجي كينود في المركز الأول، سواء كينود هوم باك أو كينود شيف، وبيجي معاها في نفس المركز وبنفس الجودة، جودة بلا منازع، حاجة اسمها كيتشن AID. الاتنين دول يا حضرات بره المنافسة خالص، دي بقى استثمار حقيقي. لكن انا مرضتش اجيب لهم صور ولا اتكلم على اسعار، لان اللي هيروح هناك كده مش فارق معاه الفلوس اصلا، مادام بيدور على حاجة تعيش العمر كله وحاجة يجيبها وينساها، يبقى مش هيفرق معاه الفلوس. لو وصلتوا معايا لحد هنا فانا بشكر كل واحد وصل معايا في الفيديو لغاية هنا. قولولي بقى انتم عندكم عجانات من اي نوع، وقولولي التصنيف اللي انا عملته مطابق لتجاربكم ولا جاء مختلف عن التجارب اللي جربتوها. اكتبولي في التعليقات. بحيي حضراتكم جميعا، تحياتي لكم، اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.